بيرجع للصحة، بيرجع لأصله. فول لا مؤاخذة، عايزة اروح اشتري فول مصري no added salt. والفول ده فيه 7 جرام بروتين بس فيه 22 جرام كارب. انا مش ببص على الكالوري اللي فوق السرعة الحرارية 120 دي، انا ببص على الجرامات. هل انا محتاجة النهاردة 22 جرام كارب؟ هل انا هعمل كارديو؟ هل انا هعمل حاجة سريعة انتنسيتي؟ ولا انا محتاجة انفخ ولا اخس؟ الرجالة عادة بتاخد كاربس كتير عشان يتنفخوا، انا محتاجة اخس، انا محتاجة بروتين يكون اعلى. تمام. وبعدين جبت ده سمارت بالانس supports healthy cholesterol level. برضو الكالوري فيه آه آه ثواني كده يا جماعة، مش كتيرة، 60 كالوري. وال60 كالوري فيهم 2 جرام فات. البر بيبقى فيه 7 جرام. استنى عشان أنا النهاردة هشتغل في الأزرق. وبلان بيست فات 2 جرام وكوليسترول زيرو. يعني مقارنة، بصوا شفتوا المقارنة؟ هما كاتبين لكم مقارنة حلوة زي، معرفش في مصر في ده ولا لأ، بس انت في مصر لازم لما تيجي تبص على حاجة ادام هتدفع حط شوية وقت ومجهود عشان خاطر تشوف ال المقارنة. يعني السمارت بالانس اللي هو ده، انا كده بعمل له دعاية للناس بتوع امريكا وهيروحوا يشتروه، فلو سمحتوا انا ما بقبضش في الموضوع ده، فما تشتروش حاجة انا بقول عليها، جست دوروا على الطريقة اللي انا بحاول ادور على الحاجة اللي هتبقى صح. السمارت بالانس النوع ده versus السمنه البلدي الحقيره اللي احنا مثلا نضربها فاكرين، يعني ايا كان السمنه اللي بنطلعها معانا. وده فيه اكسترا فيرجن اوليف اويل. ده 60 وده 100 وده 2 وده 7 وده، فاهم؟ شايف الارقام كده يعني. ده من نوع، وهو حتى كمان بيقولك حلو هو السبريدنج والبيكنج والكوكينج. انا بحب اتفرج على علب والجو ده، لان انا كنت لما اشتغلت شويه مع طارق نور كنت بحب ادرس علموني يعني، وبعشقهم. ان انا ادرس الحاجات دي. في ناس بتحط مجهود كتير وفلوس قد كده ان هم يدرسوا الباكجينج عامل ازاي وشكله ولونه والكلام ده كله. انا اللي شدني فور اكزامبل ده اللون، اول ما شفت اللون اخضر لقيت قلت حاسه، بس حاسه انه صحي. ما لازم كل ده بدروس، يعني ما يحطوش اللون ده صدفه، احمر في ابيض في احمر، في ام سوري في اخضر. اخضر صحي، ابيض سلامي اللي هو نضيف، احمر اللي هو بصي بقى supports healthy cholesterol levels. يبقى معظم الناس اللي عندها مشاكل في الكوليسترول هتروح لك على طول البتاع ده مثلا يعني. عشان انا بقالي حوالي مثلا 3 ايام دلوقتي، بس امبارح بالليل كلت رغيفين عيش من برضو اللي هو الهيلثي تايب. فده ويا سلام لو في بروتين بقى. زيرو كاربس، 70 جرام صوديوم، 7 جرام توتال فات، saturated fat 2 جرام. وفي نوع تاني من انواع، في نوعين كمان من الفات احنا ممكن نحط وقت ونعمل فيهم ريسيرش، اسمه poly unsaturated fat ومونو unsaturated fat. ده جرام ونص وده 4 جرام. كل الكلام ده في ناس بتعمله كارير وبتاخد منه فلوس بالهبل. احنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا نحط شوية وقت. طبعا زيرو بروتين، يعني ده مركز لك على الفات والانواع الفات اللي موجودة، واحنا محتاجين فات في الدايت بتاعنا. اوكي. 64% vegetable oils، يعني ده اوريدي كان مكتوب عليه بأوليف اويل، بس تحت بالصغير قوي مكتوب ان هو قد ايه vegetable oil. بارف، معرفش يعني ايه بارف، على اليمين هنا فوق كده علامة اليو اسمها بارف. معرف 320 جرام اوميجا 3 ALA serving اوميجا 3 اللي احنا محتاجينه fatty acids. وطبعا معمول في، يا رب ما يكونش معمول في الصين، هو كمان شيكاغو إلينوي. انا عندي شقة هناك او بيت هناك في إلينوي في امريكا يعني. contains 320 grams of ALA. معرفش يعني ايه ALA. تخيلوا احنا بنحط حاجات في جسمنا قد كده ما نعرفش ايه هي. يعني تخيلوا احنا بنعمل ايه في اجسامنا. يا نهار اسود. انا لما بقعد اقضي الوقت ده انا بعمل كده عشان نفسي، الفيديو ده عشان ما يخرسيتي وعشان حضراتكم بتعلم بس ازاي اقرا الكلام ده. limited total fat to about 30% of calories, 60 grams per day, saturated to 10% of calories. طب انا هعرف ازاي بقى؟ اجيب بقى المعلقه واروح اشتري؟ انا لازم اروح اشتري بزياده. اروح اجيب المعلقه الصغيره اللي مش هتخليني، طبعا احنا بنغرف بالمغرفه، لا استخدمي معلقه صغيره والله بتاعت بنت اختك.
في 20 جرام فيتامين دي، يعني يعوض شوية عدم وجود الزواج. قال لك 20 جرام فيتامين دي. ايه كمان؟ طبعا حاطين بره عشان اللي عايزين يعملوا ماركتينج لنفسهم. شوفوا بيعملوا ايه: فيسبوك، انستجرام and بنترست. واضح ان دول الثلاثه الميديا سورسز اللي بيعملوا عليها ماركتينج كتير. زي المحلات، ده بقى محل يا جماعه. فيسبوك بقى محل كبير، التويت بقت محل كبير، البنترست اللي مش عندي بس لازم تكون عندي بقت محل كبير. طبعا كاتبين حاجات مهمه جدا وجميله عن البلاستيك ريسايكلينج، انه تشيك لوكالي رينز تاب اند ريبليس ليد. تخيلوا بيعلمونا واحنا قبل ما نرميها نغسلها، نغسل العلبه دي ونغطيها ونحطها في حاجه اسمها ريسايكل. هبقى اوريكم بره في بيتي الزباله، في 2 زباله انا اسفه يعني قمامه للقمامه، وقمامه تانية للريسايكل، للحاجات اللي هي دي. مش احنا بندفع عشان هم ياخدوها، عشان ياخدوها ويستخدموها. تخيلوا تحضر. اوكي. في ايه كمان حابه اوريهولكم؟ طبعا ingredients. هقول لكم ingredients. ده مكتوب ان هو فيه virgin extra virgin olive oil، بس بالصغير قوي قوي مكتوب بقى ingredients اللي هو vegetable oil blend, canola, palm, extra virgin olive oil and flax seed oils. حلو مش وحش. water less than 2% of salt، اقل من 2% من السالت. pea protein. pea protein. ايه pea دي؟ انا ما اعرفش ايه pea protein. natural and artificial flavors. برضو مازال في artificial flavors، يعني ده مش 100% كده ايه جاي من جاموسه كده حلو وجميل. sunflower. والمصحف ما اعرف اقول الكلمه دي. فيتامين A palmited. احيا يا جدعان، ده احنا جهله. ايه الجهل اللي انا فيه ده؟ بيتا ايه؟ كاروتين. احيا كولر. ده فيه الوان، يعني الموضوع ده برضو الوانه مش فاهم. فيتامين دي مونوجليجريجيد، فيتامين فاري اسيد and potassium sorbate lactic acid. حد معانا دكاتره هنا، معانا حد شغاله في الكيمياء. لاكتيك اسيد. كل ده شوفوا ده تعبوا قد ايه عشان يعملوا المنتج ده، عشان يسوقوه بس. عموما اديني وريتكم انا بستخدم ايه عشان لما اجي مؤاخذه اعمل البيض. هيبقى ايه؟ فول وبيض بس امريكان ستايل. والعيش اللي هو ريم. انت هنا؟ ريم انت فين؟ انا كنت عايزه ابعت لك رقمي عشان شفت لك بوست مش حلوه. انت معايا؟ انا شايفاكي بتعملي كومنت بس ما اعرفش على حاجه قديمه ولا حاجه دي. لا انت مش هنا يا ريم. ابعتي لي يا ماما رقمك، عايزه اكلمك. يا ريم. بالمناسبة، يا نهار اسود انا ناسيه الموضوع ده خالص، وده المفروض موضوع مهم جدا بس انا محتاجة، ما بعرفش، مش عارفة اتفشخر بيه، مش عارفة اعمل بيه حاجة. لان يعني هو بعد ما اشتغلت مع بسام يومين ما شاء الله الواد ايده فيها ذهب، جبت بتاع ده وقال لك ان دي حاجة المفروض نستفشخر بيها، واخد بالك؟ هو 100,000 صحيح، انا عندي مليون على صفحتي العادية وعندي في صفح تانية كام مليون، وانا المفروض منتشرة، بس يعني بقالي 5 سنين الناس بتسرق حاجتي وبتكلم بابا انا فتحت مكتب من ورا بنتك، انا جبت عربية من ورا بنتك. حرامية بقى وفخرينين ان هم حرامية، واخد بالك؟ انا مش فاهمة ازاي انت بتعمل كده يعني. بس اول مره افتكر، ما اعرفش يعني دي حاجه ما تعتبر في الماركتنج، انا ما بفهمهاش يا جماعه وما بعرفش وادي العيش لخبازينه. بس زميلي بيحاول يعلمني ان دي المفروض حاجه قيمه، ان انت دلوقتي تعتبري كرييتور في يوتيوب، ويوتيوب اهم من القنوات كلها. فالقنوات كلها بتعمل قد كده عشان الاعداد، بس انت عرفتي تعملي اعداد انف انك تجيبي ناس قد كده، والناس تتبعك والناس تفهمك والناس تتاثر بيكي والكلام ده. فقال لك congratulations بطيخه. مش قصدي اسخر واقسم بالله. واكشلي انا عايزه اوريكم كام الحاجات بقى اللي انا بتفشخر بيها اكتر، يعني اللي انا بحس ان انا الله ام سو اكسايتد اني عملتها. بصوا الاورد ده جالي من 1999 بعد ما جيت امريكا بيومين. شايفين؟ اوكي خليني اقرا لكم الاورد ده بيقول ايه. presidents نقف خط وتحت الحزام ونضرب. اعمل له كروب يا ولي لزوم الاعلانات يا ولي. كروب على البتاعه دي. لا اصل انا مش هسيب حياتي تروح حاضر ابدا. انا جيت امريكا كنت تخينه وكنت كارته وكنت ما اعرفش اقول غير ماي نيم از ماي وام فروم ايجيبت، تمام؟ ب 1997
بعديها بسنتين خدت اوورد من كلينتون. كلينتون بذات قدره مضالي الاورد ده. فانا معلش لو سمحتوا استاهل واحده شابوه، استاهل حد يسقف لي. ممكن تعملوا لي ايموجي تسقيف لو سمحتوا يا جماعه. So President Education Award, President's Award for Educational Improvement. ان انا اول ما دخلت عليهم يعني فعلا مش فاهمه اي حاجه، وبعد كده بعد سنتين بعد ما قريت في السنه 202 كتاب presents to my City in recognition of outstanding education improvement in pursuit of academic excellence. كان اليوم ده نفسي بابا يبقى موجود فيه عشان يبقى، بس انا ما كنتش فاهمه ان كان فيه اوورد كبير جاي لي. هم قالوا لي بس مناسبه كبيره وعظيمه ولازم تلبسي كويس وتعالي، فانا مش فاهمه، انا بالمشيه كده مش فاهمه. فلقيت ده كان يوم رائع. US Secretary of Education Mrs. Bill Happy، وبعدين كلينتون، بيل كلينتون President of the United States. كين جونيور هاي سكول، المدرسة اللي دخلتها في الجونيور هاي كانت من أحلى أيام عمري، وأنا مش فاهمة إنجليزي بس الناس كانت طيبة جدا جدا جدا. وهيرز بيل كلينتون signature، الإمضة بتاعت الرئيس كلينتون. فشغالين احنا اولادنا يعني متعلمين والله يا جدعان، يعني التعليم حلو برضو، عارف. تعبانه في نفسي. في برضو اوورد تاني، اوورد تاني خدته، ماث اوورد. انا كنت بعشق حاجه كانت في كام السنه دي، مش مكتوب عليها السنه، بس انا من كتر ما انا ما كنتش عارفه انجليزي والكلام ده كله، عشان تعرفوا ان انا دخلت علم النفس ده مجرد من كتر ما يعني ما انا بحاول احارب عشان افهم، لان انا فعلا اللغه بالنسبه لي كانت شيء صعب جدا. ما بحبش اتعلم لغات، بس اضطريت. يعني انا كارهه للغات، لاني مش مخي كان ساعتها عملي اكتر ما هو عاطفي دلوقتي، بس من كتر ما انا عايزه افهم الانسان بيشتغل ازاي اضطريت اتعلم اللغه واتقنها جدا عشان اعرف اخد الدراسات العليا فيها. So this is my math award. اوكي. وكنت ساعتها في برضه اوورد تاني، بس معرفش يا ماما عندك في البيت ولا لا. who's who among high school students، دي حاجه بنبقى فخرانين بيها جدا. My Khossis award certificate for algebra 1 at Keene High School برضو presents on the 18th day of May. معرفش السنه كام، بس كنت اكتر حاجه فرحانه بيها عشان الدكتور بتاعي كان ايده مقطوعه ساعتها، وكان بيدرسنا من كتر ما هو حابب انه يدرسنا، مش عشان خاطر اي حاجه تانية، ولا بياخد خصوصيه ولا ما خصوصيه. وطبعا الشهاده بتاعت اليو تي اي موجوده. انا حطيت لكم شهادتي، فاكرين؟ حطيت لكم بقى الترانسكريبتس كلها، يعني حطيت لكم اكتر من المفروض ما احطه. وفي بقى حاجه تانية فخوره طبعا، ايجابيزم. استنوا عشان ايجابيزم ده لا مستحيل ما بقاش فخوره بيه، وفخوره بان طارق نور احتواني وانه وزمايلي واداني برنامج لوحدي والكلام ده. ايجابيزم. انا لسه معايا كروت على فكره اهل الانتاج بقى. بصوا انا كنت واخداها معايا تذكار. المفروض طبعا نكتب ورا، بس انا كنتوا عارفين تلقائيه، فكنت بتعبهم جدا جدا معايا. اكتر ناس تعبت معايا، والحمد لله ان انا شفتهم لما نزلت مصر تاني، والحمد لله ان انا ما شاء الله علاقتنا ببعض الله اكبر حلوه وجميله تاني. فخوره جدا جدا بده. وطارق نور هو اللي اختار اسم ايجابيزم. اوكي. جالي ايميل من شو. كانت احلى ايام، من احلى الايام اللي قضيتها. اسمه ايه كمان، بسيب حواليا الحاجات اللي هي بتعني لي مشاعر، يعني كل حاجه ليها تاريخ معين في حياتي وفي نفسيتي والكلام ده كله. من احدى الحاجات اللي ليها بالنسبه لي accomplishment. استني خليني اوريك دول في الاخر. هوريكوا صاحبتي جابت لي ايه. عملت لي دي، انتوا فاكرينها لما صلحتها، بتاعت حبيبه. وانا ببوس حبيبه في ديزني، وكتبت لي ثينك مصري ورا، تمام. وعملت لي ده بعد فيديو بتاع كورونا لما احبطت شويه من كتر الهجوم، اتضايقت وزعلت. عملت لي تيشيرت مكتوب عليه ثينك مصري، وقدام مكتوب عليه ايه، شيم اون يو يا روح امك. هي ما درستش ماركتينج، بس واضح ان هي الاستراتيجي بتاعت الماركتينج بتاعها ذكيه لوحدها، هي مهندسه. بس زميلي بيقول لي دلوقتي ان شيم اون يو دي يعني ايه، يعني I guess your signature برضو، ويا ولاد بلدي. شيم اون يو يا ولاد بلدي. شيم اون يو. مش عارفه اعملها تاني صراحه، كان ساعتها حاسه بالمود.
ومش عايزه اوريكم ايه كمان. في حاجه تانية كنت عايزه اوريها لكم. الكاميرا دي بقى، نقعد مع بعضينا على الارض كده ونستربح، عشان انا هفتح لكم تراث دلوقتي حالا. ده اسمه تراث يا ولاد. اتفرجوا على تخني زي ما انتوا عايزين، ما عنديش اي مشاكل. ده المنظر. اوكي، بس من غير يعني لو اللي بيحب الحاجات دي يقول ما شاء الله، بس عشان انا مش ده انا بقالي كام سنه بحاول اجيبها من عند ماما كتير. لما افتكر بس ازاي افتحها. بتتفتح بطرق لهلبيه. بصوا بقى، مين المصورين اللي هنا؟ انا ما بفهمش في الحاجات دي خالص، بس انا عارفه انها قيمه جدا. ما تفهمش يا معلم العدسه دي. يا جماعه لو سمحتوا ارجوكوا حد يحسسني ان الموضوع ده يعني المفروض اعمل اوه ماي جاد look what I got كده. دي tomorrow's technology today's laser print. ايه ده؟ ايه يا ماما ده؟ اللي اهو المانيوال بتاعته ده مكسره يا ماما. ايه يا ماما ده؟ انا اول مره افتحها. نايكون نيكورمات نيكورمات انستراكشن. المؤاخذه يا جماعه، ايه نيكورمات دي؟ بصوا ده الاسم يعني، المؤاخذه. اوكي، معرفش المصورين هيفهموا. نيكورمات برضو فوتوغرافي جايد. اوكي، هوريكم بقى العدس الموجود عشان خاطر صحابي اللي معايا في ايجابيزم كانوا هيتبسطوا قوي بالحاجات دي. والعدسه دي معرفش هي بتقرب ايه ولا بتبعد ايه، بس شكلها هتجيب الدين من ديله. شكلها هتوريني عطارد وهو بينفجر فوق، واخد بالك؟ تحس هي لما وحاجه كده مقفوله، واضح انها مستخدم يعني. الحمد لله ما حدش استخدمها، ما حدش ليه في التصوير، وسبحان الله في الاخر بعد 10 سنين اخدها. وفي حاجه خضره مكسوره فيها، واضح ان حد كان بيحاول يعمل لي عمل. حد بيعمل لي عمل يا جماعه؟ حد كان ايه يا جدعان ده؟ يا حي خص عليكي يا ماما، خص عليكي. بصوا بقى العدس بقى، بصوا التغليفه. I love this. فانا مش فاهمه ايه ده كله، بس ان شاء الله هنستخدمه. وعدس تاني. طب الكاميرا نفسها فين؟ الكاميرا نفسها فين يا جماعه؟ ده كله ده عدس بس، تخيلوا. تصدقوا ان طلع ده كله عدس؟ وايه ده؟ استنوا هطلعه. ايه ده بقى؟ شو هيدا؟ شنو هذا؟ تقولين شنو هذا؟ هذا شكله مكلف وايد. وبرضو حاجه العدس تاني، بس ايه انا حاسه ان انا بلعب بحاجات خطر. انا حاسه ان انا بركب سلاح بمصحف. وعدس كمان اهو عدس اهو. تفهمش ايه ده؟ وايه كمان وغطى للعدس وعدس تاني وحاجات خضرة. اللي عمل يشيل العمل. فكلي العمل لو سمحت، فكلي العمل. وعدس متغلف. وبعدين عايزه اوريها لكم من جوه، وانا مش فاهمه هموت. ده دي بينت براش. ماما ممكن لو بكره ابقى اجيب لكم بتاعت الرسم بتاعي، عشان انا بينت اجين. ده انا يا جماعه ما حدش كان بيعمل لي عمل، ما تقلقوش، لا تقلقوا. انا عارفه ان في شتيمه دلوقتي جامده، بس انا هفرمكم اللي بيشتموا. ده المنظر من جوه. كانت مترتبه، بس طبعا جرى عليها الزمن، وفي حاجات مستخبيه جوه. بصوا التغليف بس بيعمل لي مشاعر نفسيه. فدي كانت حاجه قيمه جدا وبنت ناس جدا، بس من كتر ما انا بسيب حاجتي وبنزل مصر جه عليها الزمن شويه، بس مش مشكله. مصر is always worth it عشانك يا مصر. واخر حاجه بقى عايزه اوريها لكم، عشان انا هشتمني. لا، اللي عايز يشتم بقى يشتم، عشان انا محتاجه اشتم نفسي والله. اكشلي مش هوريكم المجوهرات دي، انا هوريكم في كتاب كنت بقراه زمان وكنت مستغربه جدا منه. انا كانت عقليتي زمان مش بالتفتح اللي انا فيه دلوقتي. ودلوقتي طبعا زي ما انتم شايفين متفتحه جدا. متفتحه يعني بفكر في كل حاجه من غير ما بحكم على حاجه. على قد ما اقدر، غير على حياتي الشخصيه. لما اجي احب ببقى خايفه عشان خاطر قلبي ما يجرحش، فمضطره ان انا اقلق على طول. اسمه Love ان شاء الله The Secret Love Lives of American Muslim Women.
من اللي انا فاكراه قريته زمان، انا محتاجه اقراه تاني قبل ما انام عشان انا الواحده بتهرشني. Last night on the island، نورا مازانافي. I so wanted to kiss him. اول حاجه اتقالت، طب ما كنت تبوسيه ياما انت، يعني لازم I so wanted. برضه انا عارفه حاسه بيكي، ما انت ساعات بتبقي عايزه حاجه وما تعملهاش وتقوليها، بس زي ما هي خرسيتي كانت بتتكلم وما تعملش. Punk drunk love، ده دول المسلمات اللي عايشين في امريكا، عاشوا قصص الحب ازاي. تنزيلة أحمد. A punk rock circle pit is like twaff around the كعبة. هم بيوصفوها كده، شوفوا التفتح بقى. It looks like circular chaos of pushing and shoving, but there is an internal order, love, and spirituality in the preserved chaos. And every now and then, some guy coping I feel. I've always been a sucker for a man with a mohawk. بتحب الرجالة بتاعت الموهوك، هي كده. تعال نشوف واحدة تانية، قصة حب واحدة تانية مسلمة عايشة في أمريكا. ده بقى الناس الصريحة بقى قوي بقى، صباح الصراحة. ده أنا هقراه لكم بالعربي وبالإنجليزي، إيروتيكا بالليل كده، نقعد نحط الشمعة ونقراه بقى. مين اللي عايز يسمع ورسائل الحب وقصص الحب؟ سايبر لاف، لينا حسن. لينا حسن دخلت في تجربة عاطفية على النت، واضح جدا. My aunt used to say that a woman marries the man of her destiny. She would say it with a sight. After an hour of trying to talk my sister to or me into saying yes to a particular suitor. دول اللي شبهنا كده، اللي هو ايه، نصيبك اللي مكتوب عليكي والعريس ده اقبليه وخلاص. ده الجو اللي احنا كنا عايشين فيه، يعني اللي انا تحررت منه. That we are not from the Damascus of our parents. هي واضح ان هي كانت من سوريا. but American born did not change the rules. هي اهلهم كانوا من سوريا وكانوا بيقولوا ده ما يغيرش حاجه، احنا بس اتولدنا في امريكا، لكن احنا زي السوريين اللي يجيلك العريس وتقبلي، هو كده الموجود. Alright, did not change. You did not find marriage on some quest of romance, according to my aunt. Rather, marriage found you. So هي دينا متضايقه انه يعني احنا مش بنلاقي الجواز في ان احنا بندور على الحب والرومانسيه والقصص المجنونه زي كده. لا، احنا ايه، العريس اللي جاي يلا الضمي فيه. عشان كده اللي هو بقولها للمره اللي عشره 100، غلط غلط. لازم تعيشي قصة وتجربة وتجيبيها من A to Z وتعيطي وتنهاري وتحبي وتتبسطي وتجربي. لازم تجربي، لازم تفهمي. At the time I was in my beginning of my junior year. ده كله ده المسلم Americans، المسلمات الأمريكيات اللي زي. At the time I was in the... عشان يا جماعة لازم تعرفوا إن في ناس مختلفة في العالم الآخر يعني. At the time I was in the beginning of my junior year at the large West Coast University. My main concern was not men but the 2 year. بنت دي عاملة زي years it would take me to complete my computer science degree. هي برضو ايام الجامعه ما كانتش بتفكر في الرجاله، كانت بتفكر انها تخلص جامعتها. انا كنت كده مؤخرا، بس بدات يعني 33 سنه اكيد من حق افكر في الرجاله. انا الدوره الشهريه بدات عندي 15 يوم بدري، كانت المفروض يجي يوم 3، جت النهارده، مش فاهمه ليه. ايه اللي حصل؟ the prospect المهم انا ممكن اقعد اقرا انا عايزه اقرا تاني، بس ده فيه كل الحاجات اللي هي البنات الحقيقه بقى. الكتاب ده عن الحقيقه، احنا بنحب ازاي كمسلمة في أمريكا، القوانين اللي اتربينا بيها والعادات والتقاليد اللي جينا منها، والفهم الديني الخاطئ أو الصحيح أو اللي لسه بنبحث عنه جاي ازاي، وبنعيشها بجد ازاي. فدول تكرموا وقالوا لنا الحقيقة. البنات دي قالوا لنا الحقيقة، احنا بنعيش قصص حبنا ورومانسيتنا ازاي، وقد ايه احنا مختلفين عن الشرق الاوسط، ومختلفين عن الاماكن اللي اهالينا اتربوا فيها واتولدوا فيها وهم وعيوا على كده. ودي احدى الحاجات اللي بحاول افهمها لاهلي، ويمكن ابويا متفاهم جدا لكن فضل والدتي، انه احنا يا ماما متربينا في امريكا واتولدنا في امريكا والكلام ده كله. احنا كومبانيه، احنا كتير، احنا بينا مصريين على ما جزء من المسلمين او على اسلام بس بطريقه مختلفه او فكر مختلف او حسب المله اللي عايزين نختارها احنا، على امريكان نوع معين، حتى حسب انت عايشه فين، في انهي ولايه. انت عايشه في فلوريدا، عايشه في تكساس، عايشه في يعني في تكساس كانوا محافظين شويه، في فلوريدا متفتحين اكتر، في نيويورك بسرعه وعصبيه، كاليفورنيا اللي هي سريعه جدا وكارير جدا وليها حقوق اعتدالات جدا. يعني في حاجات كتيره في كل ولايه وليها كانها دوله لوحدها. احنا عايشين فين وعيشنا مين العيال اللي كبرنا معاها؟ هل كبرنا مع اصحابنا الامريكان ولا اصحابنا اللاتينوز ولا اصحابنا المصريين ولا انهي اصحاب؟ هل كنا بنكبر في جوامع ولا في كنايس ولا بتاع؟ هل ارتدينا؟ هل رحنا؟ هل جينا؟ احنا كومبينيشن كبير وبنحاول. الكتاب ده انا كنت عايزه انشر كتاب زيه اسمه هيومانيتيريان اسلام في 2010، بس بداله كلمتكم على الكاميرا بالعربي، وعارفه ان انا هتفشخ وبتفشخ، بس مش مشكله.
الامريكان بيحترموا الموضوع ده اكتر بكتير، بس حضراتكم بتفشخوني، بس برضو مش مشكله، على قلبي زي العسل. أم... اوكي، لمي جست اقفل الفيديو ده عشان هموت من الجوع، ولازم فعلا اروح اخلص الميعاد اللي عندي دلوقتي بالصوره الحلوه دي. كان في شاب على الانستجرام وانا في مصر، بيقول لي انا لما رحت الجيم ما كانش يعرفني كشخصيه عامه، كان يعرفني كواحده بتروح الجيم كل يوم وبتسلم على الناس وتحضنهم وتبقى ايجابيه وفي حالها والكلام ده كله. تقول لي انا مش عايزه اقابلك، مش عايزه منك اي حاجه، انا هسيب لك الصوره دي على الفرونت ديسك عشان انت بتدخلي علينا طاقات ايجابيه وبنحبك، وما كنتش عارف ان انت شخصيه عامه غير لما دورت عليكي لقيت صورك لما اعمل لها منشن في الجيم اللي كنت بروحها فايبرز. وهو كان نفسه هو كمان معايا في الجيم ولا اعرف شكله، بس ساب لي حاجه جميله ورسمها لي. فانا